بيلاتس الغرفة بدون ما افتح الشباك. حيل عجبني. ليش اشتهيت اكل ليمون. واليوم الرابع طبعا هو اليوم الرابع، اليوم اكثر يوم انا بيه نشاط. طبعا هسه الساعة عشرة الصبح. طبعا قعدت اليوم 10 الصبح حيل نشيطة الحمد لله. يعني اليوم قعدت من وقت، قررت اني اقعد من وقت حتى اتنشط، ويعني ما يعني انا اصلا تعدد نومتي، فالحمد لله قعدت من وقت. طبعا اليوم هو يوم السبت، راح نكمل من مستمرين. طبعا انا بالفيديو اللي فات قلت لكم اكو فكره راح اسويها، اذا سويتها باليوم الرابع راح اقدر اليوم يعني استمر بالسلسله. طبعا الفكره هي ان اليوم راح استمر على تقسيم الانجاز، ولكن يوم 24 ساعه بدون تسويف. التسويف هو انه التاجيل، مثل التاجيل. أنا هو أأجل، أنا كلش هو أأجل، يعني أنا أكثر وحدة بالحياة أأجل. فأعتقد أنتم كلكم عندكم هذا الشيء. إذا مثلي كتبوا بالتعليقات، إذا مثلي تحبون تأجلون كتبوا لي بالتعليقات. طبعا أنا هواية أأجل الأشياء، ومثلا ألتهي بالريلزات، مثلا أتأخر. فمن أخلص اليوم أكون هواية مأجلة أشياء لدرجة إنه أخليها على ثاني يوم. الإنجازات أنا ما أجلها، قلت لكم أنا أخلصها وقدامكم أصور، بس قصدي الأشياء الحياتية، وأشياء حياتية أجلها. مثلا أنا مثلا بدي أصلي، أرتب الرياضات أنسى وأتأخر بالصلاة. مثلا رديت مثلا ألعب رياضة، ألتهي وأنسى، وهيك يعني أنا ما مستمرة إنه مثلا على شيء معين. ألتهي مثلا مو بس بالرياضات، ألتهي بشيء ثاني هيك. فقررت اليوم أسوي تحدي 24 ساعة، أتحدى نفسي بدون تسويف، وأنتم وياي حتى شنو، حتى تفيدكم هاي الفكرة. على العموم خلي أشوفكم الإنجازات مع اليوم. طبعا اليوم إنجازات مختلفة وكلش حلوة ونشيطة مثلي. طبعا اليوم عندي إنجاز الروحي، هذا النفسين ما تغيرن، يعني هذا ما يتغيرن أصلا. وعندي الإنجاز الجسدي، عندي الرياضة نفسها اللي قلت لكم، الرياضة اللي تفيد لي. وال2000 خطوة عندي ضفت البيلات. طبعا البيلات أعتقد هواي بنات يعرفون البيلات شنو. البيلات أنا كلش أحبه، وأحس يسوي طاقة ونشاط، يعني مثل ما أني إنه شلون يعني أحس البيلات يشبهني. وبعد شنو عندي الإنجاز العقلي، التأمل. وغيرت الكتب، راح اليوم ما راح أقرأ كتابي اللي دائما أقرأ، راح أجرب أقرأ كتب علم نفس، لأن أنا صراحة أحب علم النفس، وراح أدرس هاي دراسة يعني. والدراسة نفسها هاي الإنجازات مال الرابع وخامس بالأحياء. عندي أشياء ما كانت بخطر، حق لكم إياها من البداية. عندي healthy drink وسيلف كير، تليفون لمدة ساعة واحدة بس، وترتيب غرفتي، وأتشمس وأشرب ماء كفاية. طبعا هذا أشياء ثابتة، يعني مو دائما أغيرها حسب وقت المهام المهمة. طبعا المهام أنا من أول ما أقعد أسويها فخلاص إنه صح. طبعا بعد ما حسبتهم تدرون قد طلعوا 20 إنجاز. قلت لكم بالفيديو مال اليوم الأول كان 15، وباليوم الثاني كان 17، وباليوم الثالث كان 19. اليوم الرابع شوفوا صار 20، ما كثرن هواي، بس أحس اليوم به النشاط أكثر وتغيرن أكثر، وما أدري يعني أنا اليوم لين به النشاط، فيعني أحس كلش حلوات. فاليوم راح أحاول اليوم بنفس الوقت إنه أسوي تقسيم إنجاز، استمر على تقسيم الإنجاز، بنفس الوقت أسوي إنجازات هواي، وبنفس الوقت بدون تسويف لمدة 24 ساعة. وإذا سويت الإنجازات يعني أغلب الإنجازات وبنفس الوقت بدون تسويف، يعني ما هو يعني سويت تسويف، راح تكون جائزتي مختلفة عن اللي مجهزتها أني. على العموم خليكم وياي، ما راح أطول أكثر لأن كلش تأخرت. خلي أشوفكم الجو، يعني متعودة أشوفكم دائما الجو أول ما أقعد، وأشوفكم الجو بعدها أشوفكم شو راح أسوي. راح أنزل جوا، لأن صراحة الصالة أحبها كلش الصبح. خلي أشوفكم الأجواء. يعني اليوم الجو حلو، صح ما بيه هواي غيوم، بس ما ادري حبيت الجو. خلينا نشوفكم الغيوم. الشباك شوي لونه على صفار، فتشوفون هيك الجو، بس الجو يجنن. راح افتح الشباك واشوفكم اكثر يعني بوضوح. ثواني راح اشوفكم الجو اكثر. شوفوا الغيوم شلون حلوه، شوفوا اليوم الجو حلو كلش حلو. احلى وقت بالنسبه لي هو هيك وقت. طبعا البيت هادئ، وانا الوحيده اللي قاعده هسه بالعشرة، وكلش حلو البيت، وهيك يعني هدوء، عصافير، أصوات عصافير. طبعا شوي صوت البنك معرف من عنده. طبعا هسه شوف الأجواء الجنن هيك هدوء، وقاعدة أتأمل. طبعا شوف الساعة هسه صار 11 إلا ربع، وكلش يعني الأجواء حلوة. هيك يعني ما أعرف شلون أوصف لكم، يعني هيك تأمل، يرد تأمل. طبعا شغلت هاي الأجواء الصباحية، أحب أشغل هاي الأجواء الصباحية حتى أحس رفق يعني. طبعا هاي الأجواء يعني والله اللي يتابعني من قبل يعرفنا أنا أحب هاي الأجواء، يمكن يشوفونها تافهة بس أنا بالنسبة لي كلش حلوة.
خليه متشمس، أهم شي ديب فريزر. طبعا جيت أني المي مالتي اللي بكل فيديو موجود. طبعا أني والمي قصة أشهر هتنتهي بهاي السلسلة. قلتلكم أهم شي نصون المي بهذا السلسلة. أنا بشرتي تحتاج مي والنوم الواكد. طبعا عدلت النومة، فالمي أهم شي أهم شي جايز. البشرة كل شي يعتمد على المي. فأنا صار عندي يعني شلون الاستيعاب إنه كل شي يعتمد على المي، قررت إنه أهتم بالمي، أشرب بس مي أكثر شي يعني. أو الغازيات هالسوالف، فأنتوا وياي كونوا مع المي. فتحت الباب حتى شوية هوا البيت. شوف الساعة هسه صار 11:05، وتذكرت الصلاة غير هسه تذكرت الصلاة 11:05، وهسه قررت إنه أصلي. طبعا قبل شوي كنت قاعدة على اللعبة بدخل أجل الصلاة وقت أبوها، وأنا تذكرت إنه بدون تسويف، بس لا يعني ما خاطرت يعني، بس إنه حاولت إنه أسوي تسويف بس لا فلست ضيعتها. على العموم عفته، فقلت خلاص لازم إنه بدون تسويف ولازم بدون تليفون. فيلا خلينا نرجع نصلي، خليني هسه أرجع أصلي وأرجع لكم. طبعا هسه حشوفكم شو المهام اللي سويتها واللي ما سويتها. طبعا بس بفتحه. اوكي، طبعا حشوفكم المهام اللي سويتها واللي ما سويتها. أول شي السبقة سويتها، الاستغفار سويتها، الرياضة الخطوة ما سويتها، الرياضة سويتها، البيلاتس بعدني. طبعا هسه راح أسوي البيلاتس بعد شوية. عندي هنا الإنجاز العقلي، تأمل كتب علم النفس بعدني بس تأمل سويته. الجو حلو اليوم عكس اليوم الثالث. وبعد شنو اتشمست ومي بعدني آخر يوم أقيم يعني. ومهامي كتبتها. وبعد شنو الهيلث درينك بعدين. كملت ريوقي. طبعا ريوقي اليوم هذا هو. اشتريت له بانكيك with lots of fruits. طبعا حبيت ناخذ له فروت أكثر من هالأشياء الثانية. حبيت ما أحط نوتيلا، كنت مشتهية أحط نوتيلا بس قلت لا أكون healthy، فما حطيت نوتيلا ولا أي شي، بس فواكه. طبعا هسه تسمعون صوت الهواء سوها لأن أنا فتحت الشباك وشوي حتى يعني أنا ما أقدر صار أكل الغرفة بدون ما أفتح الشباك. سمعوا صوت الدعاء دا يقولون لي راح يأذن الظهر، فأني شوية تأخرت صراحة. على العموم سويت البانكيك خلصته. هسه جيت آكل فوق، اشتهيت أقعد فوق، فسمعوا صوت الأذان يعني مو الأذان الدعاء إيش قد حلو يعني ريحة الجو تجنن. هسه طبعا راح أطلع فيديو أتابع وأنا دا آكل وأخلص وأشوفكم شنو راح أسوي وراها. جيت أقرأ كتاب العلم النفس اللي قلت لكم عليه. طبعا أنا هسه أشوف الأماكن الغريبة اللي قد بيها، دائما أحب أقرأ كتاب مكان غريب. على العموم هسه جيت أقرأ هذا الكتاب مال علم النفس. ما أدري يعني قلت أجرب هذا الكتاب وأشوف إذا حلو أو لا، حتى أقول لكم عليه. أنا كلش أحب كتب علم النفس، فما أعرف إذا هذا راح يعجبني أو لا، بس هسه بديت أقرأ يعني كبداية حلو صراحة. هاي نشوف بعد تكمل. أوكي، طبعا هسه سويت 2000 خطوة. سويت البيلاتس يعني أثناء البيلاتس سويت 2000 خطوة، وقرأت كتاب عن علم النفس صراحة كلش عجبني، راح أستمر عليه. وبعد شنو هسه بعد بس الدراسة وهذا الأشياء يمكن أسويها يعني العصرية أو بدري يعني. الهيلث درينك والسلف كير أسويها سوا وقت العصر يعني. التليفون أصلا ما فاتحته يعني لحد هسه، فما حسبت ساعة هي يعني نهائيا ما فاتحته. وأرتب غرفتي هسه راح أرتبها هسه ثواني. والمي أصلا أنا نهاية اليوم أشوف إذا شربت مي هو أو لا، يعني هسه صعدت ما أشوفكم ما صعدت. هسه عندي بس إنه أسوي شغلة واحدة اللي هي أرتب غرفتي وراها أدرس وأشوف يعني باقي الأشياء كملهن اللي هي يعني خلال العصر الهيلث درينك والسلف كير. يعني بعد ما عندي شي بس إنه أرتب غرفتي. طبعا سويت البيت كله مو بس الغرفة مالتنا، رتبت الصالة ورتبت باقي الغرف، وهسه رتبت الغرفة كملتها. طبعا هلكت. شوف هنا حطيت الايباد، احب اخلي اخر شي الايباد كانه مسيطر. على العموم رتبت الفراش رتبت الغرف، اختي علي التنظيف وانا الترتيب.
وش المكتب طبعا مو كلش ترتيبه كلش حبيته، بس انه لان صراحة ما عندي وقت اني اشيل الاغراض وارجع مثلا هاي الوقت قبل ما عندي انا راح اسوي الغداء، اليوم علي الغداء. فشنو فقلت انه ارتب ترتيب بس على قد انه ما يكون مخربط، يعني مخربط ما اقدر ادرس. نصيحة مني لكم لا تدرسون والمكتب مخربط او الغرفة مخربطة بشكل عام، يعني والله انا يعني احس حتى عقلي يتخربط من شغل الغرفة مخربطة. فيعني هذا ترتيب حلو مو حلو. على العموم هسه راح ادرس شوية، وقلت لكم انا خلصت يعني كل شيء تقريبا اللي لازم هسه وقت الظهر اسويه، بعد الاشياء اسويها وقت العصر، فاثناء ما انه يجي وقت العصر راح ادرس، بعد اسوي الغداء اسوي لكم انا اسوي الغداء بعدين. طبعا شوفوا هذا المعون ما ادري ايش تصوير طلع مو حلو بس يجنن المعون. شوفوا شنو سويت انا، طبعا عندي فن بالترتيب مال المواعين. طبعا هسه انا طالعه يوتيوب وقاعده منتظره الغداء، طبعا كملت بس ما صورت لكم، ولفينا انا واختي الورق عنب وخليته منتظر يستوي. وبعد ما قلت اسوي هذا السناك البسيط لان صراحه جعت. شوف حطيت ليمون، حط له هسه ملح لان اشتهيت اكل ليمون ويا الفواكه، اصلا الليمون اعتبره فواكه وهيك حطيت معاه الفواكه حتى صراحه استبدلته بالعصير يعني هيلثي درينك، لان صراحه اشتهي يعني ما اشتهيت عصير هسه وما متعجزه اسوي، فقلت انه استبدله بالفواكه، بس هي هم هيلثي الفواكه يعني. طبعا اني شوف شويه ظلمه، طبعا اني كل عصريه لان لو احط يعني مثلا فازلين ومرطب شفايفي وبنفس الوقت مثل احط ميك اب، يعني حاط شي بسيط ما احط مكياج ثقيل، يعني حبيت اهتم نفسي واحط هيك. اوكي طبعا هسه وصلنا لنهايه المطاف. طبعا هسه صارت الساعه 10 و54 دقيقة. طبعا كلش نعست وتعبت، تعشيت وما اعرف شنو وصورت شوية عند تصوير، فيعني خلينا نشوف كل الانجازات كملتها. انا يا جماعة كلها مسوى يعني تم. صلاة الليل بعدني، سورة البقرة بعدني، بيضات سويت كل شي، سويت دراسة للفصل الرابع وهيلثي درينك سيلف كير. وها التليفون اصلا يعني تخيل حتى ما تابعت بيه ساعة واحدة، يعني يمكن نص ساعة او ربع ساعة، يعني انجزت اصلا اقوى من انجاز المكتوب. رتبت غرفتي وشربت مي كفاية. ايه اوكي خلينا احسبهن واشوف واقول لكم شنو الجائزة. 16 او ماي جاد 17 من 20. ضبطته بدون تسويف لان صراحة اني يعني ابد ما اجلت اي شيء، كنت راح اجل التصوير بس ما اجلته، ما يعني ما ابد عدت التسويف كلش، فيعني كلش استفاديت من انه اسوي تحدي بدون تسويف. بعد كل ما اسوي تسويف على طول اتذكر التحدي، فاني استاهل مكافأة.